السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني كتير. طبعا قبل ما ندخل الفيديو ده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونقول ما شاء الله الله اكبر، ربنا يحفظهم من العين يا رب. النهارده بقى عيد ميلاد الاموره جودي. شايفين حبيبه قلبي؟ بصوا، هي عينيا اللي انا بشوف فيها. هي طبعا بنت اختي. طبعا ربنا يخليها ويبارك فيها ويحفظها من كل شر، وكل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي، وكل سنة وانت منورة حياتنا. كل سنة وعقبال مليون سنة وانت دايما وسطينا، وربنا يشفيكي ويعافيكي ويتم شفاكي على خير. طبعا كل سنة وسنين العمر ليكي يا حبيبة قلبي، انت منورة حياتنا. بصوا انا لو قعدت اقول الكلام من هنا لمليون كلمة طبعا مش هديها حقها. طبعا وهنا حمزة كان بيتمرجح بقى. طبعا قلنا بقى النهاردة ان احنا نطلعهم ونفسحهم النهاردة، وكان معايا ولاد صاحبتي حبيبة قلبي، طبعا مش هقول اسمها. انتوا هتعرفهم. انت هتعرفوا من ولادها، هتشوفوا ولادها في الفيديو هتعرفوا هي مين. طبعا هنا انس كان بتنطط بقى زي ما انتم شايفين كده، وديناهم يعني اول مره اروح المكان ده بجد، بس المكان عجبني جدا جدا جدا، ومبسوطه جدا ان انا جربت المكان ده، لان بجد حلو جدا للاطفال، وكمان مغلق يعني مفيش اطفال هتطلع بره خالص. المكان ده في تكرنس، بس بجد تحفه تحفه. كان الساعه فيه ب10 جنيه للطفل، يعني الطفل الساعه له ب10 جنيه، انما يعني ولي الامر وكده من غير فلوس، بيدخل يقعد على الكراسي اللي انتوا شفتوها قبل كده. يا بتدخلوا تمرجحيهم، يعني انت ما بتتحسبيش. الطفل بس، كل طفل الساعة له ب10 جنيه. شايفين جمال الالعاب؟ بجد انا انبهرت جدا بالمكان ده. وطبعا ده مش اخر مره هروحه بعد كده على طول، يعني لما عاوزه افرح الاطفال او افسح الاطفال هوديهم المكان ده. ليه؟ اكتر حاجه عجبتني فيه ان هو امن جدا، يعني وفي حمامات كمان نظيفه جدا جدا، وكمان في كافيه، وفي كمان بلاي ستيشن، وفي كمان قعدات هتشوفوها في الاخر كده وانا بصور الاطفال في الاخر. طبعا شايفين جودي بتتزحلق وساندي وراها، طبعا انا هقول الاسماء وحمزة كمان معاها وانس وراهم كده. طبعا هما كانوا بيتزحلقوا طبعا. وفي اخر الفيديو بقى هتشوفوا انا جبت لجودي دي عيد ميلادها ايه، بس عايزاكم تقولوا لي رايكم بصراحه. طبعا جودة هي كل بجد كانت فرحانه جدا جدا بالالعاب، لانها اول مره تطلع مكان زي ده. وانس هنا كان بيتمرجح طبعا، وانا بقيت زي الاطفال طبعا قاعده بتمرجح وهي الاطفال عادي مفيش مشكله. وهنا كان حمزه بيتزحلق باين ولا بيتمرجح مش عارفه. طبعا المكان عجبهم جدا جدا. طبعا انا هعرف لكم العنوان بالتفصيل واقول لكم العنوان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا بعد الألعاب ده، بعد ما لعبوا كتير، دي النطاطة بقى كمان عجبت الأطفال جدا جدا. بجد المكان عجبني جدا جدا. المرة الجاية بقى هصور لكم المكان تفصيلة تفصيلة. طبعا هنا كان في أطفال تانية بتلعب مع جودي كده زي ما انتم شايفين، وكان أنس بيلعب معاها. طبعا عايزة اي حد يدخل الفيديو ده يصلي على النبي ويصلي على الرسول ويقول ما شاء الله الله اكبر. ربنا يحفظهم ويحميهم ويخليهم يا رب، ويبعد عنهم اي عين وحشة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويدعي الجودي ان ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب، ويتم شفاها على خير. طبعا زي ما انتم شايفين كده، دي كانت المدخل بتاع الالعاب. كانت قعدات عرب كده زي ما انتم شايفين. طبعا بقول لهم حطوا اللايك. سما وساندي وجودي وانس وحمزة كانوا قاعدين كده في القعده دي. طبعا بقى وفي الاخر رحنا مطعم ديكسترا زي ما انتم شايفين كده. وده بعد ما الاكل نزل كنا طالبين وجبه كنتاكي وبطاطس وكايزر. كنا طالبين وجبه عائليه اللي هي الوجبه الكبيره. طبعا كانت 20 قطعة تقريبا. كنت طالبة 10 حر و10 بارد زي ما انتم شايفين كده. دي البطاطس والفراخ. بس اكتر حاجه ما عجبتنيش في المكان ده بامانه ربنا البطاطس والكايزر، لان البطاطس كانت تحس ان هي بايته، مش فاهمه تقريبا هي كان بيها ايه. وكانت هنا المكرونه. كنا طالبين طاجن صينيه مكرونه نجريسكو بالفراخ، قطعه فراخ مشويه. وكانت هنا طلبنا 3 سندوتشات برجر بس مختلف بصوص الباربيكيو صوص الجبنه. و
والنوع الأخير ده تقريبا كان من الجبنة برضو، وكان عليها كابوتشا كده. أنا بوريكم الأصناف كده زي ما انتم شايفين. كان ده وجبة الفراخ العائلي، وكانت المكرونة. وكنا طالبين بيبسي وتومية وكل سلو. بيقول لكم باي واحنا ماشيين من المطعم. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. وهي دي بقى المفاجأة اللي انا فاجئت جودي بيها، خاتم ذهب. كل سنة وانت طيبة حبيبة قلبي.